السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد نص معلوماتي بعنوان المشروعات الصغيرة. قبل ما نبدأ الشرح يا ريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. المشروعات الصغيرة. أكد أحد خبراء الاقتصاد ضرورة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري. وأكد أيضا أن في مصر نحو 99% من مشروعات القطاع الخاص تسهم ب80% من الإنتاج المحلي وتتيح نحو 75% من فرص العمل، كما أن هناك حوالي 39 ألف مشروع جديد تدخل سنويا في مجال الإنتاج. يبقى خبراء الاقتصاد أكدوا أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة ضروري جدا، لأن المشروع الصغير بيعتبر هو الأساس بتاع الاقتصاد المصري، ومصر فيها 99% من مشروعات القطاع الخاص بتسهم ب80% من الإنتاج المحلي وبتوفر للشباب فرص عمل بنحو 75%. طلب الخبير من الحكومة المصرية ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة عالميا في هذا المجال، وعلى سبيل المثال الصين واليابان والهند، والوقوف على طرائق دعم هذه الدول ومساندتها لأبنائها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالصين مثلا وهي من أكبر البلاد مساحة وسكانا تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها دورا بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية، وقد وصل عدد هذه المشروعات إلى ما يقرب من 99% من جميع المشروعات الاقتصادية هناك. هنوضح الجزء ده. الخبير الاقتصادي طلب من الحكومة المصرية ان هي لازم تستفاد من التجارب اللي حصلت قبل كده عالميا في هذا المجال، وقال لهم نستفيد من الصين ونستفيد من اليابان والهند، ونقف كمان على طرائق دعم هذه الدول ومساندتها لأبنائها. ازاي نتعلم منهم ان الدولة لازم تسند أبنائها في المشروعات الصغيرة. واتكلم عن الصين كمثال ان هي أكبر بلاد مساحة وسكانا، وبالرغم من كل ده بتساهم وتشارك المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ في التنمية الاقتصادية بتاعتها، حيث وصل مشروعاتها إلى 99% من جميع المشروعات الاقتصادية هناك. كما أن الصين استطاعت أن توظف العامل البشري بطريقة جيدة حتى تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة، وبذلك انخفض العجز وقلت البطالة وازدادت التنمية، معطية العالم درسا مهما، وهو أن توظيف العمالة بشكل صحيح يزيد من التقدم والنمو. إن التجربة الصينية تجربة فريدة من نوعها، وتؤكد إحصاءات الأمم المتحدة أن الصين تمكنت من تخليص ربع سكانها من الفقر وتوفير الغذاء لجميع السكان. يبقى هنا لسه بيتكلموا عن الصين ان هي قدرت توظف العامل البشري بس بطريقة كويسة، ان هي حولت المنازل في الصين كلها الى ورش عمل صغيرة، كله قاعد بيشتغل، ما عادش بطالة، التنمية زادت، العالم كله اتعلم من الصين ان هي قادرة تزود التقدم والنمو بتاعها، وعرفت ازاي توظف العمالة عندها. أوضح الخبير أن تجارب العديد من الاقتصادات العالمية
أثبتت أن المشروعات كبيرة الحجم قد لا تؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليمثل ذلك الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التنمية، مؤكدا أنه أصبح الاستثمار الآن في المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون قادرة على توفير احتياج السوق المصري والتصدير إلى السوق العالمي. نوضح الجزء ده. من خلال الدرس الخبير أكد أن تجارب العديد من الاقتصادات العالمية أكدت أن لما تبدأ بمشروع كبير ده مش هيزود ويسرع عملية التنمية. أمال إيه اللي بيزود ويسرع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ هي المشروعات الصغيرة الخالص. وكمان الحل الأمثل للآثار السلبية اللي بتتركها عملية التنمية إن أنت تبدأ بمشروع صغير متوسط يكون قادر على توفير احتياج السوق المصري والتصدير للسوق العالمي. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. ما المقصود بالعجز؟ العجز هو زيادة المصروفات عن الإيرادات. ما المقصود بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص هو المؤسسات والشركات التي يمتلكها الأفراد. ما المقصود بالمشروع الصغير؟ المشروع الصغير مشروع برأس مال قليل ويعمل به عدد محدود من الأفراد. ما المقصود بالناتج المحلي؟ الناتج المحلي هو قيمة السلع والخدمات التي تنتجها قطاعات الدولة في سنة. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. يلا كده مع بعض نحل الأنشطة والتدريبات. اختر الإجابة الصحيحة. 1. يناقش النص موضوعا نقط. هنختار موضوعا اقتصادية. 2. من الدول ذات التجارب العالمية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة نقط. الصين واليابان والهند. هنختار جميع ما سبق. 3. المشروعات الصغيرة قادرة على زيادة نقط. العجز ولا البطالة ولا الناتج المحلي ولا الاستيراد؟ هنختار الناتج المحلي. 4. الاستغلال الأمثل للزيادة السكانية هو توظيف العمالة في نقط. المشروعات الصغيرة ولا الوظائف الحكومية؟ البلاد المجاورة؟ السوق العالمي؟ هنختار المشروعات الصغيرة. النشاط الثاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. تعد المشروعات الكبيرة العمود الفقري للاقتصاد. العبارة خاطئة. تعد المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد. رقم 2. الصين تمكنت من تخليص جميع سكانها من الفقر ووفرت الغذاء لهم. العبارة خاطئة. الصين تمكنت من تخليص جزء كبير من سكانها من الفقر ووفرت لهم الغذاء. 3. المشروعات الصغيرة تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية. العبارة صحيحة. 4. توظيف العمالة بشكل صحيح يضمن التقدم والازدهار. العبارة صحيحة. رقم 5. المشروعات كبيرة الحجم هي الحل الأسرع لنمو الاقتصاد. العبارة خاطئة. المشروعات صغيرة الحجم هي الحل الأسرع لنمو الاقتصاد. قارن ما بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة. المشروعات الصغيرة يمتلكها أفراد وشركات ناشئة، أما المشروعات الكبيرة تمتلكها شركات ضخمة. المشروعات الصغيرة تحتاج إلى رأس مال صغير،
أما المشروعات الكبيرة تحتاج إلى رأس مال كبير. المشروعات الصغيرة عدد العمالة فيها قليلة نسبيا، أما المشروعات الكبيرة فعدد العمالة فيها كبيرة. المشروعات الصغيرة من أمثلتها منحل العسل، أما المشروعات الكبيرة من أمثلتها مصانع السيارات. اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. نجحت بفضل مساندة المعلم لي. معنى كلمة مساندة مساعدة. 2. عثر العلماء على بردية فريدة. معنى كلمة فريدة هنختار نادرة. 3. أتاحت الدولة التعليم مجانا للجميع. معنى أتاحت وفرت. 4. التطعيم هو الحل الأمثل للوقاية من الأمراض. معنى كلمة الأمثل هنختار الأفضل. 5. يلقي الشباب من الدولة اهتماما بالغا. معنى بالغا هنختار شديدا. النشاط اللي بعد كده أكمل بكلمة مناسبة. عندك 4 كلمات: العجز، تسهم، البطالة، تدعم. تعالوا نقرأ مع بعض ونحط الكلمات في مكانها. شاهدت أمس برنامجي المفضل المستثمر الصغير، وقد تحدث الضيف فيه عن أهمية أن يكون لك مشروعك الخاص كي نقط به في عملية التنمية. هنكتب كي تسهم أو تسهم به في عملية التنمية، ونكتب كمان وتدعم اقتصاد بلدك. وأوضح أيضا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيلة ناجحة لسد نقط. هنكتب لسد العجز، كما أنها تقلل من نسبة نقط. هنكتب نسبة البطالة خاصة بين الشباب. تحمست كثيرا وبدأت أرتب فكري لصنع مستقبلي المشرق. ماذا يحدث لو درسنا أسباب ازدهار الاقتصاد في الدول المتقدمة؟ نستفيد من التجارب الناجحة لهذه الدول ونطبقها. ماذا يحدث لو زاد الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ يزيد الفقر ويقل الناتج المحلي. ماذا يحدث لو اكتفت الدولة بالمشروعات الكبرى في بناء الاقتصاد؟ تصبح عملية التنمية الاقتصادية أبطأ. ننتقل للنشاط الثاني. صل بحسب معنى الكلمات الملونة. رقم 1. يحتوي العمود الفقري للإنسان على 33 فقرة. معنى كلمة العمود الفقري هو الأساس. هنوصل بالسلسلة العظمية الظهرية. يبقى العمود الفقري هنوصلها بالسلسلة العظمية الظهرية. رقم 2. المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد. هنوصل هنا بالأساس. رقم 3. تحتوي مدينة الأقصر على ثلث آثار العالم. معنى كلمة آثار التراث التاريخي القديم. رقم 4. ظهرت على وجه جدتي آثار التعب. معنى كلمة آثار هنا هنوصلها بعلامات. النشاط الأخير أكمل الجمل الآتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين. أول جملة عاوز فيها مفرد نواتج. نقرأ الجملة كده: استخدمت الآلة الحاسبة لمعرفة. هنكتب نتيجة عملية الجمع. رقم 2 عايز مضاد شكك. نكتب أكد حكموا الفيديو صحة الهدف. 3 عاوز جمع التجربة. نكتب نجري التجارب العلمية في معمل المدرسة. رقم 4 عاوز كلمة جذرها قطع. يعمل أبي في إحدى شركات. هنكتب القطاع الخاص. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا
هي هي